السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني، من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. وتعالوا كده، اول حاجه وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديو، بس غصب عني والله. ان شاء الله مش هحاول اتاخر بعد كده في الفيديوهات تاني. تعالوا بس كده قبل ما نبدا ونقول احنا بنعمل ايه، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه كده، ده كان بدايه اليوم معايا. كنت كان عندي شويه مواعين في الحوض، فقلت ان انا اخلصهم قبل ما اعمل الاكل. عايزه اقول لكم برضو من ضمن الحاجات اللي مخلياني ما كنتش بعرف اعمل لكم فيديوهات وكده، ان انا تعبانه الفتره اللي فاتت وكان عندي برد فالحمد لله يعني، فما كنتش بعرف ان انا اسجل يعني وكده. المهم بقى ان انا اليوم ده كان عندي شويه مواعين كده، كانت باقي مواعين الفطار وكده، فقلت ان انا اخلصهم الاول معاكم قبل ما ابدا ونعمل الفطار بتاعنا، الغدا بتاعنا. وفي نفس الوقت انا هنا كنت يعني مشغله النار على ميه تغلي معايا عقبال ما اخلص طبقين المواعين دول. انا يعني من الناس اللي بصراحه لما بتكون عندها مواعين وكده ما بحبش اعمل الاكل ويكون عندي لسه مواعين في الحوض. اخلص وانضف الدنيا وبعد كده اروح شغاله في الاكل يعني وكده. المهم بقى، شايفين بقى المواعين كده ما اخدتش معايا بالظبط 5 دقايق وكنت مخلصاها كلها. عايزه اقول لكم بقى ان اليوم ده كنت يعني كنت هعمل اكل سريع ما كانش هياخد مني حاجه. وكنت تقريبا نازله، فقلت اخلص اول المواعين وانضف المطبخ وكده واعمل الاكل وبعد كده ابقى انزل. المهم زي ما انتوا شايفين كده، اهي المواعين ما خدتش حاجه خالص. اصفي بس الحوض لو في اي حاجه كده اشيلها يعني عشان ما تسدش الحوض. ودينا في ثانيه كده خلصنا المواعين مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين كده كله بقى تمام وتحت السيطره. هشطب بقى انا بقى المواعين اللي موجوده عندي اهي ما خدتش معايا حاجه خالص. و... وعايزه اقول لكم ان انا بقالي كتير برضو ما صورتش حتى يعني، ولا سجلت ولا صورت ولا اي حاجه. بس فعلا بجد كان كمان ابني تعبان، فما كنتش عارفه خالص ان انا اعمل حاجه منه بصراحه، وكان على طول بيعيط وكده، فما كنتش بعرف ان انا اصور يعني. المهم بقى خلصنا كده المواعين وظبطنا الدنيا، وتعالى بقى نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. اهو الدنيا كلها بقت تمام وزي الفل. نبدأ نعمل الاكل بقى بنفس كده ومن غير ما نكون متضايقين. الطفاية دي كنت حاطة فيها بخور وكده، قلت اشطفها عشان اشيلها عشان ما تتكسرش. ظبطنا بقى مواعيننا وتمام التمام. يلا بقى نخش على على البوتاجاز. هنا بقى كان عندي كان عندي حلة فيها مية مغلية، وكان عندي طاسة تانية. اول حاجة عملتها ان انا جبت حلة المكرونة، الحلة يعني اللي انا هسلق فيها المكرونة، ورحت حاطة فيها نص الكيس. الكيس ده اللي هي المكرونة اللي انا كنت جايباها معاكم من كارفور في فيديو المشتريات اللي هو الفيديو اللي فات. آه، فكنت جايبة اللي هو الكيس اللي هو بيبقى كيلو على بعضه. فانا بعمل الصينية بنص كيلو من المكرونة. آه، ف... فانا استخدمت يعني نص الكيس المرة دي اهو. وحطيته بقى في المية وحطيت فيها ملح وسبتها تتسلق حوالي 9 دقايق. لان انا مش بحب المكرونة تكون مستوية جامد. على الناحية بقى التانية هنا كنت جبت بقى الطاسة وحطيت فيها زيت، وجبت بصلاية كده حلوة ورحت فرماها كده في الكبة، وفرماها مش مقطعاها بايديا. بصلة الفراخ اللي انا بشوحها او اللحمة المفرومة العصاج اللي هو اللي بحطه يعني جوه المكرونة او كده. يعني لما بعمل عصاج بحب ان انا افرم البصل في الكبة عشان يتفرم معايا كويس وما يبقاش باين كده في وسط الفراخ او اللحم. لكن مثلا لو هعمل صلصة، هعمل صلصة محشي، صلصة مكرونة كده، الحاجات دي بحب ان انا اقطع البصلة بايديا. كل اصلا ما بتكون باينة وبتكون حلوة كده بيكون طعمها احلى. المهم بقى هنا حطيت البصلة كده تدبل كده على النار مع الزيت. يعني مش عايزاها تتحمر، مجرد بس تدبل. وهنا كان عندي صدور بانيه، رحت قطعتها كده، تقريبا ده كان اكتر من ربع كيلو. رحت مقطعاها كده قطع، بس ما تكونش صغيرة يعني، قطعتها مكعبات متوسطة.
كنت يعني مطلعاها وغسلتها وسبتها تفك يعني مع نفسها وكده، وقطعتها معاكم. وهنا بقى كانت ايد شغاله بتقطع في الصدور البانيه، وايد كده بتشوح في البصله. وطبعا كنت ببص على المكرونه من وقت للتاني عشان ايه متعجنش مني. المهم بقى ايه، هنا كانت البصله خلاص كده بدات تدبل معايا، انا مش محتاجه ان انا اخد منها لون. انا كل اللي انا عايزاه هي ان انا ايه، تدبل معايا وكده. المهم رحت نازله بقى بالبانيه، الصدور البانيه. طبعا تقدري تعملي صينيه المكرونه بكذا حشوه من الحشوات. انا عملتها قبل كده باللحمه، وعملتها مره عملتها كتير جدا بالفراخ، وعملتها قبل كده بالسجق. تقدري تحشي يعني تحطي في المكرونه اي حشوه انت حباها، هي يعني بتكون اذواق وكده. بس انا اكتر حاجه بحبها يا اما لحمه مفرومه يا اما بالفراخ. المهم بقى ايه، هنا كنت شوحت البصله مع الفراخ اهي، وظبطت الملح بتاعها. نحط بس ايه ملح وفلفل اسود بس كده، مش هحط اي توابل تاني. ورحت جايبه بقى قرن فلفل اخضر رومي، رحت مقطعاه. طبعا لو كان عندي فلفل ملون، انا بعشق المكرونه بالبشاميل يكون جواها كده فلفل ملون، بتغير طعمها، بتخليها طعمها حلو جدا. بس انا بقى ما كانش عندي فلفل ملون فحطيت اخضر. وطبعا بقى ايه بعدت عن اللي هو الحراق شويه، عشان احنا ايه محتاجين ان احنا نبعد شويه عن الحاجات المشطشطه. المهم بقى هنا كنت ايه، قفلت على المكرونه وصفيتها عشان خاطر ايه ما تعجنش مني. وكمان رحت قفلت على الفراخ، كانت قفلت يعني خلصت، لان طبعا الفراخ انتوا عارفين ان هي ايه يعني ما بتاخدش وقت اصلا في التسويه. المهم بقى رحت جايبه حله وحطيت بقى فيها سمنه، وحطيت فيها ايه دقيق. على كل معلقه ماده دهنيه معلقه دقيق. يعني مثلا لو 5 معالق سمنه يبقى 5 معالق دقيق. انا بعمل الصينيه هنا ب5 معالق دقيق بس كبار مليانين كده. وبدأت كان انا اشوح الدقيق في السمنه. وهنا بقى كنت مطلعه اللبن يفك معايا، وخدت منه ايه الكميه اللي انا عايزاها في الشفشه، او اللي هو ايه الدور اللي على جنب ده. خدت منها كده لتر من اللبن عشان ده اللي هستخدمه في البشاميل. المهم بقى هنا كنت بدأت اشوح الدقيق مع السمنه. وانا مش بحبه يتشوح يعني يحمر كده، لا، مجرد تشويحتين بس كده وخلاص ننزل باللبن. وزي ما قلت لكم انا حطيت حوالي 5 معالق سمنه على 5 معالق دقيق كبار. دي هتعملي صينيه صغيره يعني ايه متوسطه، مش كبيره قوي مش صغيره قوي. المهم بقى حطيت اللبن وبدات اقلب كده كويس عشان ما يكتلش مني ولا يعني يبقى مش حلو من جوه البشاميل يعني. وحطيت بقى سنه فلفل اسود، وحطيت مكعب ده اللي هي المكعبات، المرقه اللي هي المكعبات بتديها طعم حلو جدا في البشاميل. عايزه اقول لكم بيكون طعمها زي البشاميل الجاهز بالظبط. لما بتحطي المكعب المرق الدجاج ده بيبقى طعمها زي البشاميل بتاع بره بالظبط. المهم بقى فضلت اقلب بقى فيها كده اهو، عشان ايه يطلع البشاميل اللي معايا بقى كريمي ومش مكتل ولا اي حاجه. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه مظبوط. المهم بقى ايه، طبعا تقدري تكتري كميه البشاميل على حسب ما انت عاوزه. بس انا بحب يعني كميه البشاميل تكون كتيره من فوق ومن جوه مش كتيره قوي. المهم بقى رحت هنا فضيت البشاميل، المكرونه في الطبق، وحطيت مع حوالي مغرفتين كده من البشاميل، بحيث ان انا ايه اقلب فيهم المكرونه عشان تفرفر معايا كده وما تبقاش معجنه. طبعا تقدري في بشاميل تعمليه بلبن، تقدري تعمليه بلبن وشوربه، يعني على حسب ما انت عاوزه. بس انا بحبه زي ما انا عملته كده، زي ما انا بعمله معاكم. المهم بقى هنا ايه رحت جايبه صينيه ودهنتها، ورحت حطيت نص كميه المكرونه اللي انا قلبت فيها يعني ايه غرفه من البشاميل كده. وبعد كده رحت ايه جبت الفراخ اللي انا شوحتها معاكم. شايفين ما شاء الله كميه حلوه جدا. هظبط بس كده الفراخ اللي انا حطيتها عشان ما تبقاش متكومه في حته وحته لا. وبعد كده اروح ايه ضايفه كميه المكرونه الباقيه. وعايزه اقول لكم ان انا مش بحب يعني ايه المكرونه تكون كتير، يعني ما تكونش الكميه عاليه قوي كده في الصينيه ويكون من جوه الفراخ قليله. لا، انا بقى هو نص كيلو على قد الصينيه المتوسطه دي. الصينيه دي تقريبا مقاس 26، مش عارفه والله 24 ولا 26. المهم بقى ايه رحت كنت سبت بس البشاميل غلوة على النار كده يتقل شويه، عشان طبعا لو هو خف معاكي هتلاقيه سقط من جوه وبين المكرونه من فوق وهتلاقي وشها نشف. المهم بقى شايفين ما شاء الله قوامه كريمي وحلو جدا. وزعته كده على وش الصينيه، وبعد كده رحت سايبه اخر معلقتين بشاميل في الحله. حطيت فيها كده البيضه وسنه فلفل اسود، وبدات كده انزل على الوش، لان انا بحب بصراحه احط بيضه في الوش، بحس ان هي ايه بتخلي الوش كده لونه اصفر وذهبي وحلو. المهم بقى هنا ايه بدات كده بالمعلقه ان انا اوزع البيضه على الوش الصينيه.
وخلاص بقى كده هدخل الصينيه الفرن على درجه حراره 200، درجه حراره عاليه زي ما انتوا شايفين كده اهي، ما شاء الله حلوه جدا. بدخلها بقى الفرن وتعالوا بقى نشوفها بعد ما خرجت. شايفين ما شاء الله البيضه عملت شغل فاخر من الاخر على وش المكرونه. المكرونه جوسي من جوه وحلوه جدا جدا. كانت لسه طالعه مولعه. انا قلت اوريكم بس الشكل بتاعها كان عامل ازاي بعد ما خرجت. بجد يا جماعه جربوا الطريقه وامشوا على نفس الخطوات اللي انا مشيتها في صينيه المكرونه دي. هتاكلوا احلى صينيه مكرونه بالبشاميل، متكلفه ومظبوطه، والبشاميل بتاعها مظبوط وكل حاجه تمام. هنروح بقى كده ناكل وتعالوا بقى اوريكم من جوه. بصوا انا كده كنت بدات ان انا اغرف. بس كنت عملت يعني جنبها بقى، طلعت مخلل وطلعت او عملت سلطه. وهنا بقى كان ابني مش مديني فرصه ان انا اغرف، يعني كان عايز يلعب في الصينيه. فانا قلت بقى ايه الحق اصور قبل ما يلعب فيه. هنا بقى شايفين البشاميل من جوه جوسي ازاي وحلو. المهم بقى ده كان الغدا بتاعي النهارده زي ما انتم شايفين كده. وكان الروتين بتاعي غسلنا المواعين وروقنا شقتنا. طبعا انا مصورتش وانا بروق، وكمان عملت الغدا. وبس كده. وعايزه اقول لكم بقى لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو اللي فات، اللي هو كان طويل شويه بس كان حلو جدا وكان فيه روتينات حلوه قوي. عايزاكم كل بقى اللي ما شافش الفيديو اللي فات يدخل كده ويتفرج عليه. وكل اللي ما اشتركش في القناه اشتركوا معايا في القناه لسه مش مشتركين. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.